السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا وهيعجبكم كتير قوي. قبل ما ندخل على محتوى الفيديو اعطوا لايكات كتير وشجعوني انزل لكم كل جديد. بدايه كده المشروع بتاعي النهارده حلو جدا جدا وكلكم بتسالوني عليه مرارا وتكرارا، وكل ما برد على الناس واقول لكم على كل ما يخص المشروع بلاقي اسئله جديده. فالنهارده باذن الله عشان الناس لسه داخله جديده معايا القناه هنجاوب على كل اسئله الفراخ البياضه، وانهي افضل انتاج في البيض، الفراخ البياضه دي ولا الفراخ البلدي؟ ايه اللي يدينا انتاج اكتر وايه اللي نعتمد عليه كمشروع ونقدر ناخد منه ارباح كويسه او ناخد منه حاجه كده، يعني نقول الحمد لله المشروع ده جايب همه، الحمد لله المشروع ده جايب تكلفته. النهارده كل ما يخص المشروع باسعار الفراخ بمكانها هيتقال في الفيديو ده، يعني تشجيعة جامدة جدا منكم على الفيديو ده، وعايزة لايكات كده يتفجر لايكات. تمام، هقول لكم سعر الفراخ وهقول لكم انتاج البيض بتاعها وصل لفين، او انتاج البيض بتاعها والفراخ دي اسمها ايه وبتبيض على كام يوم باذن الله وبتتباع فين كمان. بس ما تبخلوش عليا باللايك والكومنت الحلو بتاعكم الجميل اللي بيشجعني دايما انزل لكم الفيديوهات اللي فيها كل الاستفادة او كل الافادة باذن الله اللي عندي. يلا كده نبدأ ونسمي الله على الفيديو بتاعنا. اول حاجة كده الفراخ دي مش بلدي ومش ابيض تسمين، عشان النص اللي بتوه بين الفراخ البيضة التسمين والفراخ دي ناس كتير جدا بلاقي كومنتات دي الفراخ البيضة دي الفراخ التسمين اللي احنا بنربيها للاكل، هو انت ازاي بتخليها بيضة عندك؟ هو انت ازاي بتوصلها للمرحلة دي؟ الكلام ده كله يا جماعة الخير دي فراخ بياضة ودي فراخ اتش عندي انا اتش. ايه هي الفراخ الاتش دي عشان الناس اللي ما تعرفهاش برضو؟ الفراخ الاتش دي عارفين انتوا الكتكوت اللي بتباع بجنيه في الشارع؟ تلاقوا في بعض الناس كده او بعض التجار في العربيات واخدين كتكوت ملونينه بني واحمر واخضر واصفر وحاجات كتير كده. كانوا الاول بيلفوا بيه انه كتكوت ابيض فاتعرف، كانوا بيلفوا بيه الاول على انه كتكوت ابيض فسموه او اطلقوا عليه الكتكوت الابيض ابو جنيه. فخلاص الناس بقوا عارفين لا ما تجيبوش الكتكوت ده ما بيشيلش وزن حلو، ده الكتكوت ده وحش ده. فالكتكوت الابيض ده اتعرف وبقى الناس ما تشتروش كتير، فحاولوا ان هم يغيروا فيه، ده ما بقاش كتكوت ابيض ده بقى كتكوت بلدي، او بصوا لونه اصفر ولونه اخضر ولونه بني. طب الكتكوت ده بيتباع بجنيه ازاي وانت شارياه يا حاجه هبه؟ الكتكوت الفرخه غاليه كده. باي يا ماده، باي باي، وانت شاريها الفرخه باي يا ماما، الفرخه غاليه كده. هقول لكم كل التفاصيل. الكتكوت او الفراخ الاتش دي بتتفرز يا جماعه، بيتفرز الديوك ملهاش لازمه. ليه؟ لانها ما بتشيلش وزن عالي، بيبقى وزنها زيها زي البلد الحر. الديك بتاعها بيكون وزنه زي وزن البلد الحر. طب ما البلد الحر ما احنا بنشتري الكتكوت ب5 جنيه، ليه ده بنباع بجنيه؟ هقول لكم دلوقتي. لحم الفرخه دي مش زي لحم البلد الحر، الفرخه دي مش حلوه في الاكل قد كده. الناس بقى اللي بتاكل وما بيهمهاش ما بتفرقش، لكن الناس الاكيله وبتستطعم الفرخه دي طعمها بيبقى مش حلو في الاكل، بيبقى مش قد كده. الديك بتاعها ما بيبقاش حلو زي الفراخ البلد الحر في الاكل. البلد الحر في الاكل بيبقى لحمها جميل طعمها حلو، يمكن لحمها بيبقى قليل لكن جميل، لكن دي لحم قليل. الكتكوت اللي بنباع بجنيه ده كله ديوك ما فيهوش برابر خالص. الناس اللي جربت واشترت هتلاقوا كل الفراخ اللي بتتباع بجنيه الكتكوت بجنيه كلها ديوك ما فيهاش ولا بربره. بياخدوا فرز البرابر اللي هي قدامكم دي وبتطلع مزارع بياض. لكن الديك بتاعها بيروح يتباع بقى في الشوارع، مش بيتباع، هو بيتاخد كده يترمي في مكان او يعدموه او يتخلصوا منه لو ما لقوش حد ياخده، او بيجي على اي واحد معاه عربيه تعالى حمل لك شويه كتاكيت من دي، بيروح يحمل ببلاش فبياخده يبيع الكتكوت بجنيه مش بيفرق معاه. ما هو مش الكتكوت هو واخده ببلاش فهو بيلف يجيب اجره عربيته وفوقيها كام جنيه كده وخلاص. طيب البربره بقى، طب ما هم كده مش خسرانين مثلا لما يبيعوا الكتكوت بجنيه كده مش خسرانين؟ لا ما هو مش خسرانين، ما هو الفرخه اللي قدامكم دي كتكوت حاليا في منه كذا شركه، في عبد السلام حجازي، في إيزا، في الوادي. فالفرخه دي بتتباع حاليا ب 13 جنيه الكتكوت، عمر يوم ب 13 جنيه، متخيلين؟
13 جنيه. طب غالي قوي اهو، بيجيب تمن الكتكوت وبيجيب تمن البربره وتمن الديك. فلما يطلع الديك بالنسبه لهم كده ملوش لازمه، او بيتشحت او بيترمي او بيتعدم، فهم مش خسرانين تمنه. ما هو تمن اللي بيتعدم ده حاطينه في تمن البربره اللي قدامكم كده. تمام، انا عايزه اوصل لكم الفكره دي بس كده. تمام، يا رب تكون وصلت. طيب تمام. الفرخه دي بقى بتيجي منين، او الكتكوت ده بيجي منين؟ الكتكوت ده موجود في الشركات اللي قلت لكم عليها دلوقتي، موجود. بس عشان تجيبيه لازم تجيبي كميه مش اقل من 1000 كتكوت. يعني لازم يكون مش اقل من 1000 كتكوت عشان تقدري الشركه تقدر توصلهولك للمكان اللي انت عايزاه او اللي انت هتاخديه. هتقولي لهم انا هاجي اخده، هيقولوا لك لا. ليه؟ احنا عندنا عربيات شغاله وبتاخد مننا رواتب او يوميات، فلازم نطلع اليوميه بتاعتها. لازم اقل كتكوت بيطلع، اقل كميه بتطلع من الشركات بتكون 1000 كتكوت من النوعيه دي. تمام، عشان كده بنقول بعيده شويه للاهالي. لكن طبعا الناس اللي عاملينه مشروع بتاخد بال10,000 وال15,000 كتكوت، وال5 وال6 وال10. لكن للاهالي طبعا انا بربي شويه على السطح زي ما انتم شايفين كده، مش هقدر اخد 1000 مثلا. بس انا ان شاء الله هنزل 1000 2000 دلوقتي باذن الله الفتره دي. لكن انا لو واحده زي بتربي على السطوح هتاخد 1000 هتوديه فين؟ مش هتعرف. طيب انا لو نزلت بقى 1000 كتكوت هيبقى اوفر لي ما اشتريه جاهز. هقول لك حاجه، لما تشتريه جاهز اوفر لك من 1000 كتكوت. ليه؟ طيب هقول لك. الفرخه اللي قدامكم لما يكون عندي 1000 كتكوت او 2000 او 3 او 4 ما بتكلفش عليا تحصينات زي ما هيتكلف عليكي لو جبت 500. طب ليه؟ هقول لك. اصل انت بتجيبي حقن الازازه بتكفي معايا 5000 او 10,000 كتكوت. لو اشتريتها الازازه ام 3000 او 4000 جنيه او ام 2000 المصري عشان 1000 كتكوت، يبقى انا كده صرفت على كل كتكوت في حقن واحد بس 2 جنيه. لكن لو جبته لل5000 اللي هي الحقنه ام 2000 جنيه، لو جبتها ل5000 كتكوت هتكفيه معايا وهتبقى كويسه، هتكفيه. وهيبقى كل كتكوت مثلا واخد في الحقن الواحد بربع جنيه. يبقى انا كده وفرت التكلفه في العدد الكبير. انا بديكم مثل ان انا كده وفرت التكلفه لو عدد كبير بالنسبه لي او في عدد كبير. انما لو جبت عدد قليل يا اما مش هتعرفي تحقنيه او تعرفي تديله التحصينات والامصال كامله وتهملي فيها عشان هيبقى مكلف عليكي، يا اما مش هتحصني خالص، يا اما هتحصني وهتدي التحصينات كامله بس للاسف الشديد هيبقى مكلف عليكي، هيبقى مكلف عليكي اكتر ما هتشتريه من بره. زائد اصلا ان في ناس ما بتعرفش تحضن الفرخ ده. يعني في ناس بتجيب الفراخ دي ما بتعرفش تحضنها او ما بتعرفش تحضن كل الفراخ، كل انواع الفراخ ما بتعرفش تحضنها اصلا. تمام، يعني بتجيب مثلا اي كتاكيت بلدي ابيض كده كده ما بتعرفش تحضن. فالافضل والاحسن ليا ان انا اروح اجيب الفرخه دي جاهزه جاهزه عمر 100 يوم، بتقعد عندي 25 يوم وتبدا تبشر. طب الفرخه دي هتيجي بقد ايه او تمنها قد ايه؟ السوق ماشي دلوقتي فيها من 150 ل 160 جنيه الفرخه. يعني لو انا هجيبها جاهزه عمر 100 يوم او عمر 105 هتتكلف عليا او هتقف عليا ب 150 ل 160 جنيه. هتقف عليكي من 150 ل 160 جنيه. طب هتيجي بقى تشتغل على طول؟ لا طبعا مش هتشتغل على طول. قدامك كمان 25 يوم لما تبداي تاخدي بشاير من الفراخ. وبشاير ده مش انتاج كامل، البشاير ده اللي هو مثلا لو انا عندي 100 باخد منهم 5%، ببدأ اخد بالتدريج. النهارده بشرولي 5% اللي هو 5 بيضات من 100 فرخة، تاني يوم زاد 7%، تالت يوم زاد 9%، رابع يوم وخامس يوم وهكذا لحد ما يوصل عندي انتاج البيض دي لحد 90%. ووقتها بنقولك ده افضل مراحل وصلت لها الفرخة دي وهو من 90 ل 92%، اللي هو يبقى عندي 100 فرخة تجيب لي 90 بيضة في اليوم.
دي من افضل الاوقات اللي بتجيب فيها الفراخ الانتاج بتاعها الكامل، يعني ممكن ما تزيدش عن 90%. طيب انا جبت الفرخه دي ب160 جنيه، كده خلاص هجيبها ب160 جنيه وهقعد بقى استناها تبيض؟ لا طبعا، الفرخه دي هتصرف عليكي في ال20 يوم كمان. لو قلنا ان الفرخه هتاكل 70 جرام علف في اليوم قبل مرحله البشاير، فعندك الفرخه في ال10 ايام هتاكل معاكي 7 كيلو من العلف. الفرخه في 10 ايام هتاكل معايا لو كل يوم 100 جرام، ثواني، لو كل يوم 100 جرام هتاكل معايا في ال10 ايام، ايوه ال10 ايام هياكلوا معايا 70 كيلو. ال10 ايام لو 100 فرخه هياكلوا معايا 70 كيلو. ليه بقى؟ الفرخه الواحده بتاكل معايا 7 كيلو في 10 ايام. تمام، يعني الفرخه الواحده هتقعد عندي 10 ايام من غير ما تبيض، هتاكل معايا 7 كيلو، هتقعد كمان 10 ايام تانيين هتاكل 7 كيلو تانيين، يعني 14 كيلو. 14 كيلو علف هتاكلهم، وهتاكل كمان في 5 ايام حوالي 3 كيلو ونص. يبقى الفرخة الواحدة لحد قبل ما تبشر لي بالبيض هتاكل معايا 17 كيلو ونص من العلف. لو ال100 فرخة هياكلوا معايا في حدود ادي 70 و70 140 كيلو، وادي 35 كيلو هتاكل معايا في حدود 175 كيلو من العلف. ال100 فرخة قبل ما يبشروا بالبيض هياكلوا معايا 175 كيلو من العلف. احسبي بقى شكارة العلف الانتاجي دلوقتي تقريبا كده عاملة في حدود 900 جنيه، يعني الكيلو عامل 19 جنيه. احسبي انت بقى 19 جنيه في يعني في حدود 3350 جنيه. 3350 جنيه علف هياكلوه ال100 فرخة من عمر قبل البشار. يعني هتعملي حسابك كده يبقى معاكي 4000 جنيه كمان لو انت هتجيبي 100 فرخة، وال100 فرخة اللي هم عاملين حوالي 16 من 15 ل 16 الف جنيه. تمام، يبقى احنا كده دخلنا في 20,000 جنيه مشروع زي ده. طب المشروع ده هيجيب لي ارباح اللي انا صرفتها دي؟ طبعا المشروع او الدنيا او اي شغل بيبقى ارزاق من عند ربنا، لكن الفراخ دي بتجيب بجد. وكل ما كبرت المشروع اكتر كل ما خدت منه ارباح اكتر. تمام، انا حبيت بس اقول لكم ان الفرخه دي ما بتجيش كده والبيضه عندك على طول، لا ده انت بتصرفي عليها قبل مرحله البيض تاني. وبتجيب الفرخه، انا عايزه اقول لكم ان انا كنت جايباها السنه اللي فاتت زي دلوقتي كانت ب96 جنيه، وكانت عمر 125 يوم. النهارده عمر ال100 يوم عامل 150 جنيه ل 160 جنيه. طيب انا ممكن اجيب بقى ايه 10 20 30 فرخه واشتغل بيهم، ممكن جدا ممكن، بس هتجيبيهم منين؟ دي المشكله بالنسبه لي او بالنسبه لكم كلكم. ليه بقى؟ هقول لكم. اول حاجه كده، لو انا هروح اجيب من مزرعه مش هتطلع لي 30 او 20 فرخه، مش هتطلعهم لي الا لو كانت بقى حد معرفه قوي هيخرجهم لي. تمام، طيب انا كده يعني انا كده مش هعرف اجيب 20 او 30 الا بقى لو حد او اشتركت انا وكذا حد عايز يجيب وخرج لي، لان المزارع اللي بتربي تقول لك انا مش هبيع اقل من 500 فرخه، انا عايزه 500 فرخه اخرجهم مره واحده عشان اوفر الامصال، لكن هصرف امصال وابقى طلعت 100 فرخه وطلعت تناتيش وخلاص كده انا صرفت امصال على الفاضي. فلا، بيقول لك انا اطلع 500 ل 1000 فرخه مره واحده. طب انت جبت ازاي يا حاجه هبه بقى الكميه القليله دي؟ انا يا جماعه الخير عندي جيراني بروح احصن لهم، انا بروح احقن معاهم، فهم بيحتاجوا مني حاجه بياخدوا، انا بحتاج حاجه بيدوني، فانا جبت اي كميه بحتاجها بجيبها. لكن التوصيل عليا انا، يعني التوصيل بيكون عليا انا اكيد، يعني مش هيدوني 100 فرخه ولا 200 فرخه ويوصلوا لي لحد عندي، لا كتير وصعب. طيب انا دلوقتي عايزه اجيب وعندي مثلا او اعرف حد هجيب منه. اوعي تروحي تجيبي حد عاملها مشروع، يعني في ناس بتعملها مشروع، فبلاش تجيبي من حد عامله مشروع. ليه بقى؟ لو عامله مشروع مش هيدي امصال كامله زي اللي مربي لنفسه،
يعني هو عامله مشروع، فما هيطنش تحصينه، هيقول مش مشكله. يعني هم هيقعدوا يبيضوا عندي، مش هيقعدوا يبيضوا عندي، ايه يعني ما افوت تحصينه؟ طب افوت تحصينتين مفيش مشكله، لكن هاتي من حد يكون بيخرج لي خف اللي هو انا جبت وزايد عن حاجتي وعايزه اخف شويه. او لا قدر الله كده لما الناس بتيجي تجيب فراخ تقول لك بدل انا العنبر بتاعي ده ياخد 15,000 بس انا هزود 1000 عشان لو طلع لي نافق منهم يبقى عندي 1000 زياده يطلع منه نافق، يجي ربنا يكرمه وما يطلعش نافق من العدد بتاعه، يجي العدد بتاعه يكمل معاه على خير، فيبقى عنده زياده عن حاجته، يعني زياده عن عنبره. يعمل فيه ايه؟ يقوم يخف، يجي يكلم واحدة زيي أنا عندي 50، عندي 200، عندي 500، عندي 1000 زايد عن العنبر بتاعي وعايزة أخفه، ما تجيش تاخديه؟ فده بقى أنا بصدق أروح أخده، لكن عشان أخد من حد عاملها تجارة فمش هتفرق معاي. هقول لكم تاني وأبسطها لكم، اللي مربيه كمشروع ليه عارف ومحافظ عليه ومديله تحصينات كاملة عشان حاجته وهتفضل معاه لحد نهاية الدورة. لكن اللي عامله كمشروع بيقول لك اهو يوم واثنين وثلاثة واسبوع وشهر وهنتخلص منهم وخلص الموضوع على كده. فاوعى تشتري الفراخ دي غير من مكان ومن حد موثوق فيه. انا بس لانه يعني مش حاجة قليلة هنقول هنحط فيها 5 ولا 10 جنيه، لا ده عايز ده هتحط فيه مبلغ وقدره، تحافظ عليه وتجيب من مكان موثوق فيه. يا رب اكون قدرت افيدكم بكل الفيديو كل التفاصيل بتاعه المشروع ده، وان شاء الله باذن الله هصور لكم في المزرعه قريب جدا، لان هنزل دوره عندي ان شاء الله